حيا الله المتابعين، حيا الله الشباب. اليوم يا سيدي نحكي لكم قصة خطر الأحداث اللي سيرت في فلسطين وفي الأحداث. أول حاجة الشاعر مراد يقول إيش؟ يقول يا العين يا مكيود جاير عليك الجرح فاتح دود سطرة قوي. يقول إن خانك عزيز عزاز واجد كيف خاينين غيرك وانطوات مشحودة. ميش عز من ضيعة القدس وحيفا وظلم اليهود ونكر حق العودة. يا العين يا مكيود. خطر اليهود وقصص ايش؟ قصص. طبعا اليهود وفلسطين راهي فيها قصص ضروري تقبى عرفن من تاريخية، ضروري تقبى ملم بيهن وعرفن. ونفس ما حكيت لكم من قبل، البشر تاريخ البشرية بالذات قسم مرحلتين من جميع المؤرخين العالم، اللي هو التاريخ الأول العهد الأول للبشرية والعهد الثاني للبشرية. العهد الأول للبشرية من آدم لعند قال لك أول نقطة نزلت من السماء في طوفان نوح، هذا العهد الأول، ومن ثم العهد الثاني. طبعا نحن في القرآن، قرآننا واضح وصريح، يعني وضح لنا، حكى لنا قصة آدم وطوفان وآدم بداية الخليقة وطوفان نوح و اليهود والنصارى. طبعا كي جيت بحث الكتاب المقدس متاعهم اللي هو التوراة والإنجيل منقسم جزئين. الجزء الأول يقول لك العهد القديم وبعد العهد الجديد. العهد القديم يؤمنوا به من؟ يؤمنوا به اليهود بس، يؤمنوا به اليهود والنصارى، يؤمنوا به مع بعضهم العهد القديم. بينما العهد الجديد يؤمنوا به النصارى اللي هم أتباع المسيح، اليهود ما يؤمنوش به. في حاجة في العالم اسمها العنصرية. العنصرية اللي هي تميز عنصر عن عنصر، أو أشخاص عن أشخاص، أو شخص عن شخص. العنصرية بصفة عامة. نحن ديننا بجميع التعاليم وبجميع ينهى عن العنصرية، في النصوص القرآنية وفي الأحاديث النبوية كل ينهى عن العنصرية. والدليل يقول مثلا القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والأحاديث النبوية مثلا يقول كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هذا واضح وصريح، ديننا واضح وصريح ينهى العنصرية تماما. بينما كجيل الإنجيل للتوراة للعهد القديم متاع اليهود متاع بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل كانوا قوم يعني كانوا قوم مباركين، كانوا قوم ذكروا في القرآن 41 مرة بنو إسرائيل، يعني كانوا صالحين وبعدها صار لهم غضب عليهم الله. حتى في القرآن في الآية سورة الفاتحة عندنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى لأنهم يقولوا أن عيسى ابن الله، ضالين. فبنو إسرائيل هذول عندهم قصة عندهم الإنجيل متاعهم. طبعا نحن ما نؤمنوش به، ليش؟ لأنه محرف، مش كيف كتبنا، مش كيف القرآن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن هم لا، هم حرفا. ففي حاجة طبعا نحن ما نقدروش ننكر وما نقدروش نقول لهم انكم ما عندكمش كتب سماوية، لأن في ذكرا هو حتى في القرآن يقول عندنا آيات يقول إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إبراهيم وموسى عندهم صحف، يعني عندهم كتب نزلت من السماء. التوراة هن قعديات يقولوا عليهن، التوراة مقسم إلى حاجة. نحن القرآن عندنا بالأحزاب وبالصور وبالآيات، هم مقسم كيف الأصفار بالسفر، يعني سفر والإصحاح وهكذا. فمثلا بداية الخليقة عندهم العهد الأول، العهد القديم يحكوا على بداية الخليقة عندهم، مش يقولوا بدأت من الظلمة والنور وقريها انها اصفار. وعندهم حاجة اسمها اصفار موسى، يقولوا اصفار موسى الخمسة، يعني هذني كتبهن موسى، وهن هذني هن اللي فين ايش؟ فين التحريف من بنو اسرائيل، محرفين فين واجد. فيه واحد خطر العنصرية، بداية العنصرية، ونحن ليش ديننا ينهى عليه؟ لانهم هم حرفوه وخلوه في دينهم. فيه قصة غريبة جدا، قصص بنو اسرائيل يا جماعه مش تقول هني، لكن قصصهم صح او خطا ونيره هم مسؤولين عليها ومثبوته في انجيلهم وفي توراة في كتابهم. تقول الاصحاح صحاح في اصفار موسى الخمسه سفر التكوين. سفر التكوين يعني سفر البدايه من تحت التكوين. يقولوا عندهم نفسنا بالضبط ان العهد الاول للبشريه عهد ادم وانتهى، بدا بعهد طوفان نوح. هنا افضل بدايه العنصريه. طوفان نوح
الأب الثاني للبشرية، فظل عنده 3 أولاد اللي جابيهم هذول آباء البشر اللي على الأرض كلها، سام وحام ويافث، معروفة. فالأب الثاني للبشرية سام وحام ويافث. شوف الرواية هذه بيش بنو إسرائيل بيميزوا أنفسهم على البشر الآخرين. تقول إن حام عنده 3 أولاد، نوح سيدنا نوح عنده 3، سام وحام ويافث، تمام. وما رست السفينة وانتهى الطوفان وعاش مع أولاده كما تقول قبل ما يوزعهم في الأرض، قبل ما ينشر كل واحد في الأرض. طبعا استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هم يقولوا انه تم يحكوا على الانبياء والنبي نوح وكانه كما تقول بشر عادي، يحكوا انه تم يشرب في خمر في اخر عمره وتم عادي يعيش حياته يرجع في الموت وكانه موضوع عادي، استغفر الله. لكن الروايه المهمه اللي تعنصروا بها وسبب العنصريه وبدايتها من الاول ايش؟ قالوا ان نوح قاعد يوم من الايام راقد تحت الشجره، فهمت؟ وقايله كما تقولوا قاعدين ظنيها قاعدين احداهم الثلاثه، فتعلت الريح رقتها ايش؟ علت ثوب ايش؟ ثوب سيدنا نوح، فبينت عورته، فوعي من وعي حام ولده، بحت تلقي عورة بوه قاعدة، فتم يضحك. شوف وعيوا الاخرين، فسام بحت قال له كنك، قال له حقيت وحقيت كما تقول. شوي قال لك ما بشي بحت سلاح بشه وستر العورة، فهمت؟ وهم اثنين الاخرين حام ويافث كما تقول تموا يضحكوا ويتفرجوا. وبعد شوي وعي سيدنا نوح، فنزل من السماء ملك حكى له القصه انه صار هو راقد عرته الريح، ظنيه واحد اثنين تموا يضحكوا عليه وواحد تم واحد استرى غطاه، فصب وين موعي سيدنا نوح دعا لولده سام، جاب سام ودعاه، حط يده على راسه قال له انت يا ابني صالح وسيكون من نسلك الصالحين، سيكون من نسلك الصالحين والانبياء والشعوب الصالحه كما تقولوا، والستر يقبع عندكم مستورين، يعني عليكم الله ستر، بينما انتم حتبقوا غضب الفسق كله عندكم. وكما تقول هيك والله يلا لا يجي منكم نبي، وفعلا الانبياء كلهم من نسل سام، من العرب ومن بنو اسرائيل ومن الكلديين ابراهيم عليه السلام، فهمت؟ فايش هذا النهايه يعني حاجات غريبه هم عندهم وايش، وقال له انت حتكون سيد على هذول، وابنائك حيكونوا ساده على ابناء هذول، وابناء هذول حيكونوا خدم لابنائك مدى الدهر. هذه في التوراة عندهم، في أصفار موسى، في سفر التكوين وسفر العهد هذا خاص بإبراهيم، وسفر المزمار هذا خاص بشموئيل، ما لحد قصص منين. المهم يا سيدي ايش؟ خطر العنصرية وبداية العنصرية، تموا يحسوا في أرواحهم ايش؟ بنو إسرائيل أنا حتى كانوا مشوا لأوروبا، راهم لموا في فلسطين بعد الشتات، كانوا طراطيش في أوروبا. ليش رموا على فلسطين وتموا يبوا يديروا دولة ويديروا؟ لأن الأوروبيين ما يقبلوهمش، أذلوهم. ليش؟ هم في كتاباتهم فيش يقولوا أن محارب العرق السامي محارب. ليش؟ لأنهم هم مشوا قالوا لهم نحن السادة وانتم خدم. تبي يعطي على خشمك، جاي عندهم وتذليل في أرضهم وتقول لهم نحن، تقرأ لهم في التوراة وتقول لهم نحن السادة ونحن الصالحين وانتم الأذلة والرعاة. جيش دروها في أوروبا، جات على خشومهم سياسة العنصرية، جات على خشومهم. الهولوكوست هذه محرقة درها هتلر في اليهود. ليش؟ سبب عنصريتهم هذه، يقولوا نحن أعطاهم على خشومهم سببها. فالقصص هذني هي حنقبلكم ايش؟ ركزوا بدينا من الأول بكر، حنقبل ننزلكم من عند ما نوصلوا ليش؟ فلسطين تو العهد اللي تو القائم، فخلوكم معي وديما طيبين. أي خدمة.